اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واحسن الظروف. اليوم كما كتشاهدوا جبت لكم واحد الفيديو اللي هو زوين وشيق، وتبعوه من البدايه حتى النهايه ان شاء الله باش تفهموا الطريقه. وحاجتنا لهنايا كيف ما كتشوفوا هاد الحشوه هذه اللي جبت لكم راه خطيره، كتصلح ليني من السيجار والبريوات. حاجتنا في زلافه ديال الدجاج يكون مقطع قطع صغيره، وزلافه ديال البصله اللي هي مثلا تقريبا 2 ديال الحبات مقطعين قطع صغار، وجوج حبات ديال الجزر يكونوا محكوكين على شكل طولي او يكونوا رقاق، وشويه ديال الزيتون مقطع قطع صغيره حتى هو، وجوج القطع ديال الفيرميسيل ديال الشعريه ديال الروز، وعلبه ديال الطون ديال الطماطيشه، وضامه ديال البنه السمك للنكهه فقط لهذيك الشعريه الصينيه، واحد المعلقه ديال القزبر، ونص نص مسيره. دابا ان شاء الله غادي نشدو ديك الشعريه ديال الفيرميسيل، كنوضعوها في الماء يكون غليان مع ديك الضويمه ديال البنه ديال السمك. انا هنا كنديرها غير للنكهه فقط باش ما تجيناش هذيك الشعريه تكون صامته وما فيها لا بنه لا والو. راكم عارفين هذيك الضامه ديال البنه كتكون فيها واحد الملوحه، هذيك هي اللي كتجي تنسمها مع دوك القوام اللي فيها. غادي نخليوها على جنب وندوزو على بركه الله. غادي ناخذ واحد المقله كندير فيها معلقه ديال الزبده، معلقه صغيره، ومعلقه ديال الزيت البلديه، ومعلقه ديال الزيت المائده. غنخليهم حتى كيسخنوا هكا شويه. عرفتوا البنات هاد الحشوه هذه والله العظيم صدقوني لا خطيره، راه ممكن تديروها كي قلت لكم البسيطلات. هي حشوه كتصلح لجميع الاشياء اللي بديتي تعمري بها هكا الورقه، وإلا كنتو بغيتي ديروهم حتى في ليكيش تحيدوا غير ديك الشعريه الصينيه راه كيجيو زوينين. صافي من بعد ما سخنات هذيك الزيت البلديه كنضيف النص فيه البصله مقطعه قطع صغيره، والنص الاخر كنديروا فيه هذاك الدجاج اللي قطعناه حتى هو قطع صغيره، يعني غير مقله وحده كنضيفوا فيها هما بجوج. حاجنا فيهم انهم غير يهبطوا شويه فقط، حيت باقي مازال غادي يزيدوا في الطياب ديالهم في الفران. هانتوما والعافيه هنايا راه خصها تكون شويه عاليه، راكم عارفين البصله كتطلق الماء، الا جيتو تخليوها منقوصه راه بتطلق لكم من الماء بزاف، وحنا داك الماء ما غاديش نخليوه. صافي هنا راه غنخلي النار تكون كي قلت لكم عاليه، وغتبقاو كتحركوا فيهم غير يبان لكم هبطوا شويه. عاد من بعد غادي نضيفوا التوابل اللي هما خاصيننا، وغادي نخلطهم بطبيعه الحال، ما غاديش نخليهم هكا كل حاجه بوحديتها. نتوما غتشوفوا معايا في الفيديو كيفاش. هاد الحشوه هذا راه ممكن تديري غير بالورقه ورقه البسطيله. انا هنايا درت الورقه نتاع الفيلو، ولكن اش غنقول لكم البنات راه عذبتني لواحد الدرجه ما كتصورش. ما عرفتش واش ملي كانوا كينزلوهم ما حافظوش عليها فاش بيحطوها في لومبالاج ديالها وبيحطوها في مثلا في المكان البارد اللي كيحطوه فيه. ما عرفتش كيفاش لقيتها كلها مدقدقه، واش طايحه واش ما عرفتش، راه غير عديت معاها وصافي راهي تمن كملتهم وصافي. يعني غير بززت على راسي حتى تسيست معاها بشويه بشويه حتى كملتها، لقيتها كلها مهرشمه. ما عرفتش الا عندكم نتوما شي فكره على هذا. انا غنخلي لكم في الاخر ديال الفيديو نخلي لكم الصوره ديال لومبالاج ديالها كيفاش دايره، حتى تقولوا لي في التعليق كيفاش دايره، واش عمركم استعملتوها، واش لقيتوها زوينه، واش انا هذه ربما غير لقيتها مثلا هكا خاسره طايحه ليهم ومعاوده، ولا شوف ولا تكون نيت ماركه زوينه ما فهمتش. المهم انا لقيتها كامله، ما نقولش لكم كلها مرمده مسكينه. انا حلفت عليها مره اخرى ما بقيتش ندخلها، واخا نشوفها ما بقيتش نجيبها نهائيا. صافي هنايا راه من بعد الدجاج ما نشف من الماء وبياض لينا اللون ديالو، ديك البصيله حتى هي هبطات شويه. دابا ممكن انك تخلطيهم، دابا عاد باش خصنا نخلطهم باش ندافعوا عليهم التوابل ديالهم اللي خصهم. كي قلت لكم كون يسحب لي انايا هذيك دايره هكاك خاسره ولا ماركه ما زويناش ما ندخلهاش. كون خديت ورقه البسطيله احسن، ولا صوبت ورقه البسطيله في الدار احسن، ونعمر بها هذوك لينيم ولا دوك سميتهم حسن ليا. ولكن استفدت الحمد لله، تعلمت من الخطا اللي درت انني مره اخرى الا لقيتها ما غاديش ندخلها كي قلت لكم لداري. هنايا كديري واحد معلقه صغيره هكاك ديال الثومه بودره، وإلا ما عندكش الثوم بودره ديري 2 ديال الفصوص ديال الثومه وحكيهم.
صافي مع التحريك راكم شفتوا البصله كي كتطلق الماء ديالها. انا داك الماء كامل غادي نشفو، ما غاديش نخليه نهائيا. صافي هنايا عندي في التوابل، عندي معلقه ديال التوابل ديال السمك، راه كيتباع عند العطار والمواد الغذائيه. عندي نص معلقه ديال الكمون البلدي، غير شويه ما تكثروش حيت كتعطي المروره. وعندي معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الكركم او الزعفران، ومعلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا. هادو هما المكونات اللي غادي باقيين اضافات اخرين اللي كتجي بهم هاد الحشوه. ما نقولش لكم راه كتعطي واحد اللذه فيها، راه تعشقي تاكلي غير هكاك بلا ما ديري بيه حتى شي حاجه. صافي هنايا راني ضفت هذوك جوج ديال الجزرات اللي قلت لكم انا حكيتهم هكا رقيقين. نتوما بغيتو ديروهم على شكل طولي ديروهم على شكل طولي. صافي ودرت هنايا داك القزبر والمعدنوس وديك نص مصيره والزيتون المقطع. وهنايا كندير معلقه نتاع داك الهريسه. اللي عنده الوليدات يدير بلاش او ما يكثرهاش، يدير منها غير شويه. راكم عارفين الوليدات الصغار مع الحروره راه ما غاديش يقدروا ياكلوهم، لهذا اللهم تفاديها نهائيا ما ديريهاش، ولا كي قلت لك ديري منها غير شويه. صافي هنايا درت واحد المعلقه نتاع الصوص الصوجا. الا كانت عندك ديك الثقيله الخاتره ديري غير معلقه واحده. انا هنايا حيت معلقه صغيره درت معلقه تقريبا ونص. هذيك اللي كتكون ثقيله كتكون شويه الريحه ديالها مجهده، ديروا غير معلقه صغيره بركه. صافي هنايا نتوما شوفوا غير الحشو كي ولات يبان لذيذ وشهي. صافي هنا من بعد راني صفيت هذيك الشعريه الصينيه هنايا بالمساعده ديال الابنه ديالي. هي اللي قالت لي انا ماما اللي غنديرها لك. قلت لها ماشي مشكل خذي راحتك، انا راه كنقلب ليها باش نضرب البليصات الاخرين كضربها بالمقساكه باش تزيد تصغر ما تبقاش طويله. صافي وهنا خلطتها وراه كنضيف هذاك الحك ديال الطون مطيشه. ما عرفتش هنايا علاش تمسحات ليا ديك اللقطه ما لقيتهاش. المهم ضيفوه حتى هو حتى لاخر حاجه حتى كتخلطوا وتضيفوه. صافي هنايا راني درت هاد الكاسرونه هادي ذوبت فيها واحد شويه ديال الزبده وكنضيف ليها واحد شويه ديال الزيت المائده. هي باش غادي ندهنوا ديك الورقه نتاع الفيلو باش تجينا مقربشه، كتعطيها واحد التقرميشه. ما نقولش لكم الزبده والزيت هي اللي كتعطينا ديك التقرميشه في هادو ديال لي سيجار. صافي دهنوها كامله كامله كامله. نتوما غادي تشوفوها راه لقيتها كامله كامله عرفتي كطرطق غير بوحديتها كطرطق. كي حليتها من لومبالاج ديالها نتوما شتيها مازال هاد الاولى شويه شويه تيسمع. كاين شي وحدين راه لا اله الا الله. شوفوا كلها مشرشمه مرقت. انني نردها ليه ونقول له واش هذه ورقه ديال الفيلو؟ هذه راه ما ورقه الفيلو والو. من الاحسن بلاش الانسان ما ياخذهاش. انا غادي نوريكم كي قلت لكم لومبالاج ديالها باش تشوفوها نتوما شكون اللي عمرها استعملتها وشكون اللي عمرها لقاتها بحال هكا ولا ربما غير طيحه لهم. انا كنقول 100% انها بدات كطيح لهم وعاودها طاحت داكشي باش ولات هكا كلها مدقدقه. المهم تسيس معها وقتيت بها الغرض وصافي ما عندي ما ندير. المهم قبلوا على هذا الفيديو هذا غير الله يجزيكم بخير. ما تنسونيش من لي لايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. واحد التعليق يكون زوين ومحفز الله يجعل لكم في ميزان حسناتكم. تعاونوا معايا باش هكا تزيد تكبر القناه وباش تزيد نعطي اكثر واكثر. قبلوا على هذا الفيديو. المهم غبرت عليكم وانا كنت مصوره قلت والو غادي نحطو لكم، ولكن من لقيت وقع لي هذا ما بقيتش زعمت واش نحطو، ولكن قلت علاش لا اللي ما نتقاسمش معكم باش نتوما تاخذوا الحذاء والحذر باش ما تبقاوش نتوما واحد النهارات راكم معولين على ديك الورقات الفيلو ويقع لكم هذا المشكل هذا. المهم تسيسوا معها وقديو الغرض باللي كان. المهم ما جلسناش بلاش. واش غنقول لكم راه جات محمره وجات لذيذه اللي مهم هو اللذه حاضره. صافي كندهنو هكا بالفرماج وكنلوي. كتدهني بالزبده تحطي فوق هذاك الحشو وهي اخر حاجه هو الفرماج وتتستفيهم في اللاطه. وكندهنهم انا هنايا بهذاك ديك الزبيده اللي بقات ليا هي وديك الزبيته. درت لهم واحد شويه ديال ديك الصوص صويا واحد شويه الهريسه ودهنتهم ودخلتهم الفران. عرفتي غادي تسمعوا التقرميشه اللي فيهم. انا هنا راه كنزرب راه جاتني مع الاذان قد مع خرجتها مع الاذان كيأذن.
صافي هنا كتقطعوهم على الشكل اللي بغيتو، وبالصحه والراحه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.